السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما أبدأ الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بجد إن شاء الله. وما تنسونيش في اللايك والإعجاب والتعليق زي بعض. اللايك البرد عامل عمايله معانا مخلينا مدهورين. النهاردة هنعمل تورته. فدي كوبايتين دقيق حط عليهم معلقتين نشا، كوبايتين دقيق عليهم معلقتين نشا وتنخليهم بقى. بس انا عشان عنديش المنخل الكبير فباخد وقت فنخليهم كده. بصوا وادي كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص سكر. هحط هنا بيضتين لان انا هعمل يعني صينيتين، بدل ما اعمل تورتايه كبيره واقعد اقطعها، لا هعمل تورتايتين واحطه هوريكم يعني. النهارده هنعملها كمان بدون محسن جل، بس يعني كوبايه ونص سكر، بيضتين، ورقتين فانيليا، الخل ضغطي محسن يعني برضو. وكمان حطيت نص كوبايه ميه، يبقى بيضتين، كوبايه ونص سكر، كيسين فانيليا، معلقه خل، نص كوبايه ميه من الحنفيه. طبعا هضرب الكلام ده كويس علشان السكر يدوب معايا. انا حطيت بقى هنا على الدقيق، حطيت كوبايتين دقيق، حطيت معلقتين كبار نشا، وحطيت كمان كيس باكنج باودر. لسه ما حطيتش كيس الباكنج باودر، هتشوفوه معايا وانا بحطه. بس هضرب الكلام ده كويس لحد ما السكر يدوب معايا كويس. اهو بصوا طبعا لازم السكر يدوب كويس. ما عندكيش المضرب البيض؟ والله انا كنت بعملها بالخلاط. يعني انا مضرب البيض ده لسه جايباه قريب، يعني انا ما كملت السنه جايباه. قبل ما يبقى ما عندي المضرب البيض كنت بعملها في الخلاط، التورته والجاتو والحاجات ديتي عادي يعني مفيش مشاكل. بصوا بقى انا هضيف الخليط اهو. بصوا ادي الباكنج البودر اهي هحطه. هضيف بقى الخليط على الخليط السائل على الدقيق والمكونات الجافه. هضرب بقى بالمضرب، هفضل اضرب فيهم كده حوالي 10 دقايق. طبعا انا لو حاطه محسن جل اللي هو الاكياس اللي بنجيبها كنت تلاقيهم فتح معايا خالص ولونه بقى ابيض خالص، وتلاقيه يعني صراحه بيضاعف الكميه. بحس كده ان الكميه بتبقى زايده. بس لكن انا كنت عايزه اعملها المره دي لان انا كل مره بعملها بالمحسن جل، فقلت لا المره دي اعملها كده. فانا هضربهم كده 10 دقايق بالمضرب لحد ما احس ان هي جمدت شويه كده ولونها فتح شويه. طبعا لونها مش هيبقى ابيض خالص، واول ما هيبقى يجمد كده معاه شويه ويفتح خلاص. طبعا وهكون طبعا دهنه الصينيه. لو انت عندك ورق زبده يبقى دهن الصينيه كده حته شويه زيت افضل، وحطي ورق الزبده في الصينيه. انا عشان ما عنديش ورق زبده فبطنت الصينيه ودهنتها زيت حلو، وبطنت الصينيه بالدقيق يا جماعه. يا رب نركز. اهو بصوا الصينيه مبطناها بالدقيق، دهنتها الاول زيت وبطنتها بالدقيق حلو خالص. واديني اهو هنزل فيها الخليط بتاعنا بس. ودي هتبقى اول صينيه. هعمل برضو مقدار تاني في صينيه تاني. هي مش نفس الصينيه يعني تقريبا، يعني الافضل ان تبقى الصينيتين مقاس واحد. اهو تخبطيها خبطتين كده اهو صغنطتين. عشان ادي المقدار التاني برضو حطيت كوبايه ونص دقيق، وهحط بيضتين
اهو بصوا، هحط نص كوبايه الميه برضو، وهحط الخل، وكمان هحط فانيليا، كيسين فانيليا. كنت نسيت اجيبه على الترابيزه الفانيليا فروحت اجيبه. اهو جبت كيسين الفانيليا، وهضرب كويس طبعا عشان كل المكونات دي تدوب مع السكر. وطبعا ايه، انا ضايفه الدقيق والمكونات الجافه نفسها هي الدقيق، النشا، الباكنج باودر. بس طبعا والصينيه دهنتها زيت وبطنتها بالدقيق. بس طبعا يعني ما رضيتش اعملها معاكم عشان ما يبقاش الفيديو تقيل، لكن كله ايه، نفس الخطوات بتاعت الاولانيه. دي الصينيه التانية دي بقى، وهحطها وهدخلها الفرن. هدخلهم كده الاتنين الفرن لحد ما يطيبوا، وهوريهم لكم. اهو بصوا، خبطتين كده اهو، وهدخلها الفرن. بصوا خلي بالكم الصينيه دي بقى انا رحت اديتها لبنتي، قلت لها هدخلهم احطهم في الفرن، فميلتها شويه. هوريكم برضو شكلها. انا هعمل بقى هنا جاتوه بالشوكولاته، هحط 5 بيضات، ادي 3 حطيتهم، وادي الرابعه، ادي ال5. هحط كمان كيسين فانيليا، كيسين فانيليا، وهحط نص كوبايه ميه وشويه خل، وهحط كوبايه ونص سكر برضو. دي بقى اعملها الجاتو ده، هعمله طبعا لازم الجاتو بيبقى الافضل ان انت تعمليه في حاجه مربعه، فهعملها في الصينيه المربعه. المقدار ده عملته في اكبر صينيه، يعني طقم الصواني بيبقى 3 صواني، اكبر صينيه فيهم عملت فيها المقدار ده اللي هو 5 بيضات. هضرب طبعا الكلام ده كويس، لان لازم السكر لازم يبقى يدوب مع الحاجه دي. هحط نص كوبايه الميه اهي، ولازم السكر يدوب كويس. الجاتو الافضل والتورتات يعني الافضل انت ما تحطيش فيها ماده دهنيه عشان ما تبقاش تقيله، لان احنا هنحط لها، احنا بنزينها بحاجات كتيره خالص، فهتبقى خفيفه كده اهو، عشان ما يبقاش كمان سمن وزيت ونضيف لها الكريم شانتيه والشوكولاتات والتزيينات دي، فما بيتحطلهاش ماده دهنيه. لكن انت لو حابه تحطي حطي عادي، بس انا زي ما قدامكم ما حطيتش ماده دهنيه. هنا طبعا حطيت ده المقدار كان 3 كوبايات دقيق، لان المقدار كان يعني اكبر او اكتر من كده. وحطيت معلقتين كبار كاكاو خام، وحطيت كمان معلقتين نشا، وادي كيس الباكنج باودر بس. وهنزل بقى بالخليط شويه شويه، وهضرب بالمضرب نفس الحكايه كده 10 دقايق، وبعد كده هتحطه في الصينيه. الحمد لله الاجازه، انا بسجل لكم الفيديو ده وكانت الاجازه خلصت، والنهارده كان عندنا اول يوم، لان انا كان بنتي في تالتة اعدادي، فالنهارده كانت اول يوم لينا في الاجازه، كانت خلصت يعني والحمد لله. بصوا انا هضرب بقى الخليط دوت لحد كده ايه 10 دقايق كده 7 دقايق بس. فالحمد لله يعني ربنا ينجحهم كلهم يا رب، ويقف مع كل الطلبه. بصوا هفضل اضرب كده لحد ما احس ان هي تجلد شويه كده وجمدت كده شويه، احنا عايزين ندخل فيها هوا يعني. انا برضو الصينيه دهنتها زيت وبطنتها حلو بالدقيق، لان زي ما قلت لكم انا ما عنديش ورق زبده والله العظيم. طب اقول لكم على حاجه، والله انك انت تدهنيها زيت وتبطنيها بالدقيق والله افضل من ورق الزبده، انا حاسه كده. بس اديكم شايفين يعني كل حاجه غاليه، وعايزين نعمل حاجه زي كده مش لازم نكلف نفسنا كمان ورق زبده.
اهو شايفين. بس هسويها. انا عندي الصينيه ديتي فيها عوجه من ساعه ما جبتها، يعني انا ما خدتش بالي. بس يعني هخبطها خبطتين كده اهو، هدخلها الفرن. انا الصراحه استنيت شويه بعد ما طلعت الاتنين كيكه، الاتنين تورته الفانيليا. استنيت شويه لما الفرن برد شويه، لان كان الفرن سخن خالص، فخفت احط صينيه الجاتوه الاقي يعني تبقى من طابت، بس القلب بتاعها بيبقى ابيض، يعني لسه فيه عجينه. وممكن تبقى تلاقيها من فوق ومن تحت طابت، لان الفرن سخن خالص والقلب بتاعها عجينه. فالافضل ان انت تستني لما الفرن كمان ايه، يعني يا دوبك يدفى، وتروحي حاطه مشغلاه تاني وحاطه صينيه الجاتو. بصوا بقى هنا انا حطيت ربع كيلو كريم شانتيه، وحطيت نص مج سكر، ودي ميه متلجه. شايفين التلج؟ لازم تبقى تلج، سواء انت هتعمليه بلبن او حليب ماشي، بس يبقى متلج برضو. هتعمليه بالميه زييه كده اهو، برضو لازم تبقى تلج. بس هضرب الكريم شانتيه كده اهو لحد ما يتضاعف. بصوا بقى، كانت هنا الطبق البلاستيك ده اللي كنت بعمل فيه كان صغير، فرحت جبت علبه بلاستيك اكبر شويه، علشان خاطر حسيت ان كان هيبهدل الدنيا. وكان هو بسم الله ما شاء الله كل شويه ما يزيد، يعني كل ما بضرب فيه بيزيد. فهنجله بقى في علبه تاني اكبر شويه. هنا بقى هعمل الشربات بتاع البسبوسه. بس هو المفروض الفيديو بتاع البسبوسه مش هينزل، بس هنزل الحته دي زي بعضه. حطيت كوبايتين ميه، وهحط كوبايتين ونص كوبايتين سكر وكوبايتين ونص ميه، وهسيبه لما يغلي شويه، وهحط كمان نص ليمونه. انا كمان الشربات ده هاخد منه علشان اسقي بيه التورته. بصوا اهو، ادي التورته، الاتنين تورته، صينيتين التورتتين دول اللي عملتهم. شايفين؟ هي مش ولا لازقه ولا حاجه، زي الفل اهو، ولا لزجت ولا حاجه، ما شاء الله. يعني حطيت الزيت وبطنت بالدقيق. يا ريت تعملوها والله، احلى من خبطتها خبطتين وقلبتها راحت نزلت اهي. ولا شايفين دي بقى؟ كانت عندي البنت اديتها لها بنتي تحطها، راحت ملت منها شويه، بس يعني هيبقى ليها علاج، يعني هنشوف هنعمل فيها ايه. بصوا بقى، انا هجشر، انا بحب اجشر، مش بحب، هي المفروض كده تجشريها من تحت ومن انا جشرتها، وهجشرتها كمان من ورا، والتاني جشرتها كده من تحت ومن قدام. بصوا بقى الحته دي اللي انا قلت لكم عليها، كانت الصينيه مالت شويه، ففي جنب كان عيلي اتنفخ كده اهو، وجنب لا، فانا هسويها لان انا هحط الصينيتين على بعض. شفتوا بقى، انا مرضيش اعمل المقدار كله فول، بس فانا هقطعها كده اهو وهكمل. بس علشان اظبط، يعني هحش الحته اللي هي كانت ايه منفوخه جو كده اهو، عايزه اظبطهم الاتنين على تبقى مقاس واحد. طبعا خايفه عليها بدل ما تتبادل، فبجيت احوش بايدي عشان السكاكين ما بصوا لقيتهم الاتنين مقاس واحد. شايفين؟ الاتنين مقاس واحد. بس هقطع كده اهو السكاكين عندي. بصوا يعني مش تلمة بطريقة مش مستننة، مش انتوا متخيلين ان هي مش لما تقطع الكيكة مش قادرة اقطع الكيكة مش السكاكين لما مش مستننة مش راضية تقطع الكيكة. التورتة ديتي يعني لازم تضغطي جو كده عشان تقطع. بس اهو دي زي ما انتوا شايفين هقطع الحواف بتاعتها. كان الشربات اتعمل،
وسبته يبرد شويه علشان خاطر اخد منه وازين، اخد منه وازج التورته يعني. اهو بصوا نفس الكلام في التانية برضو، نفس الكلام اهو في التانية كده اهو. اهو شايفين، هقطع الحواف بتاعتها كده اهو. احددها، خلي بالكم ده مش برميه، ده بقطعه واعمله لهم في الطواجن كده اهو او في اطباق صغيره، وبحط لهم عليه شربات برضو وكريم شانتيه وشوكولاتات وبياكلوه، مش برمي حاجه اهو. وهتبقى ديتي على دي. هنضف انا الترابيزه بقى وهرجع نكمل مع بعض. بصوا انا جبت الشربات اهو، هسج بيه الجاتو. والله الجاتو كان طري جدا، ما كانش كمان لو ما زجتهوش مش هيعمل، ما فيش مشاكل لان هو كان طري، بس انا برضو قلت لا هسجيه. بصوا هاخد بقى الكريم شانتيه، الكريم شانتيه شايفين مظبوط ازاي وحلو. اخد الكريم شانتيه وهجلس التورته كلها بالكريم شانتيه اهو شايفين. هتجلس كل التورته كده اهو كويس. وكده اهو بصوا، فاكرين الحته اللي انا قلت لكم دي كبيره وطلعت من التورته وانا حشتها، هعمل بيها طبقه في النص. مش لازم نستفاد بكل حاجه. الحته اللي انا حشتها قلت لكم ده عاليه من جنب وجنب، لا بصوا اهو، هظبط بيها واعمل بيها طبقه كمان في النص، وتبقى التورته 3 ادوار او 3 طبقات اهو. مش هتبان ودينا اهو نستفاد بيها. خساره البيض غالي والدقيق غالي والسكر غالي، فاولى ولادنا ياكلوا كل حاجه يعني طالما عملنا. برضو هسقيها بالشربات وهحط عليها طبقة الكريم شانتيه واجلسها كلها. طبعا هي تبقى على مهلك فيها، لان زي ما انتوا شايفين فيها حتت مفتفتة، فعلى مهلك خالص يعني، وواحدة واحدة هتسيسي امورك وهتجلس التورتيه حلو اهو شايفين. بس وبجيت بقى اما اعمل فيها كده وكده، تفضل تجلسي فيها كده لحد ما تظبطيها كلها اهو شايفين. العيال طالعه من امتحانات مكتئبه والله، وكده تحس ان هم برضو الامتحانات كانت صعبه السنه دي، واحنا عندنا هنا محافظه المنيا الامتحانات كان فيها صعبه خالص. فالصراحه كانوا محتاجين انتي تغيري لهم جو، بما ان انا ما طلعتهمش الجو برد وكده، فقلت خلاص يبقى نعمل حاجه كده في البيت نطلع بيها من الجو ده كمان، علشان ما كانش عندي باقة نت فقلت كمان ننزل حاجه في القناه. بصوا ادي الطبقه الثالثه شايفين بقت ما شاء الله عاليه وحلوه اهو. جلست طبعا التورته كلها، وهعمل روزتات ورد كده، روزتات كده اهو بالكريم شانتيه.
طبعا انا خدت نص الكريم شانتيه خليته ابيض، والنص التاني حطيت عليه بتاع ده شوكولاته سيحتها او كاكاو خام، مفيش مشاكل. وشويه لو هتحط كاكاو خام يبقى تحط شويه ميه عشان هتبقى ناشفه اهو. بصوا روزتات كده اهو، وتعمليها. كان جرب يخلص وانا ما كانش عندي، يعني كانت ما كانش عندي اللي هو بالكاكاو، وكنت عايزه اكمل باجيتها كلها بالابيض، فحاولت كده ان انا اعمل بالموجود يعني. ادي بصوا الجاتو اللي احنا عملناه برضو هقشره زي ما انتوا عارفين، لازم نقشر الوش انا لازم اقشر الوش بس، فهقشره اهو شايفين اهو، شايفين بيطلع بمنتهى السهولة. كمان عارفة ان اقول لكم على حاجة، لو انت عندك ورق زبدة او حاجة اول ما تطلع من الفرن وغطيتيها بورقة الزبدة من فوق، والله بعد ما تبرد هتيجي هتعرق طبعا عشان تغطيها، هتيجي تحوشي الورقة دي بالقشرة كلها. جربتها قبل كده، فبرضو المعلومة ديت اديني قلت لكم عليها لعل وعسى حد يستفاد منها. وطبعا اكيد احنا كلكم يعني ما شاء الله عارفين الكلام ده. فانا هقشرها كلها اهو، هقشر الوش كله، وهحدد كمان الجوانب بتاعتها اهو. بصوا اهو شايفين ما شاء الله كانت حلوة خالص والله. يعني في حاجات بتعمليها تطلع معاكي حلوه ومظبوطه على بسرعه وعلى طول كده، وما تتعبكيش في العميل، ما تتعبكيش وانت بتقطعيها. يعني انا والله قطعت التورتايه دي الجاتوهيه ديتي بالنصين، والله يا جماعه والله ظبطت معايا من اول مره. يعني في حاجات بتعمليها فعلا، بصوا اهو بالسكينه كده اهو وبقيت اقطع. في حاجات فعلا انت بتعمليها بتظبط معاكي من اول مره، زي دي بسم الله ما شاء الله. يعني بصوا هجيب انا عندي صينيه كبيره كده اهو، هحط فيها هديتي، هحط فيها الحته اللي من تحت دي، بس انا حطيتها لان الصينيه دي بتبقى مرايه شويه. حطيت لها بقى ايه، زيتها برضو بالشربات، بس اديكم شايفين. انا بقى رحت جبت شويه ميه وحطيت فيهم شويه شوكولاته ودوبتهم، وهسقي بيهم اللي هم الجاتوه الشوكولاته. ادي نص الكريم شانتيه اللي انا حشه زي ما قلت لكم، وحطيت عليه ايه حبه شوكولاته. وبرده هفرد الكريم شانتيه كله كده على الجاتوه كويس اهو شايفين. طبعا انت لو عندك برضو شوكولاتات، عندك فاكهة، عندك حاجة عايزة تضيفي بعد ما تحطي الكريم شانتيه في النص مفيش مشاكل. بس انا والله ما يعني ما كنتش مرتبة للعميل الحاجات ديتي، بس واللي شجعني اكتر ان انا الصراحة كان عندي كريم شانتيه، وكان عندي نص جالب شوكولاتة سما ده اللي بجيبه ووريتهولكم كذا مرة. فيعني وكان عندي الدقيق يعني الحمد لله، فده اللي شجعني ان انا اقوم اعمل لهم. بصوا بقى ادي النص التاني اهو، اهو شايفين النص التاني اهو برضو هسقيه زي ما قلت لكم. دي ميه وحطيت عليها شويه شوكولاته من اللي هي سما اللي سيحتها، وانا سيحتها بحبه ميه سخنه وحط الشوكولاته يعني، وحطيت الشوكولاته قطعتها صغير وحطيت عليها اهو. بصوا انا حسيتها لقيتها سخنه، قلت لا طب ما انا لو حطيت الكريم شانتيه هيتبهدل الدنيا. بصوا هنا بقى ما حبيتش اعمل حاجات كتيره، اسيبها كده اهي شايفين بالشوكولاته كده ورايح جاي كده اهو، رايح جاي كده اهو. ورحت يعني عملتها تزيين حلو كده وبسيط وحاجه كده سيمبل.
وتغيير برضو، لان انا يعني اه ده كيس من اللي هو اللي بنخزن فيه بانيه، بنشيل فيه اي حاجه. طبعا انا بجيبه لان الصراحه انا ما بجيبش لانش بوكس لاولادي في هم رايحين المدرسه، فلما بعمل سندوتشات بحط لهم سندوتشات في الكيس ده. طيب يا جماعه والله مش عارفه المقطع ده بتاع تاني فزي بعضه. او ده لا، ده انا ده بقية من على الوش. انا لما لقيت زي ما قلت لكم كنت بسقي بيه سخن الميه والشوكولاته اللي كنت حطاها، فسبتها شويه في التلاجة كده لحد ما ظبطت الشوكولاته البيضه، عملت فيها الشوكولاته كده رايح جاي، وكانت دي بردت، واديني جلستها حلو اهو. بصوا اهو، هتجلسيها حلو. بس انا دخلتها تاني التلاجة، وكنت هنا بقى جبت إيه اسمه ايه، انا هنا كنت بقى بشوف هعملها بالطول ولا هعملها بالعرض. بنتي كانت واقفه معايا فبقول لها ايه رايك لو عملتها كده وقطعتها نصين كده، فجات لي ايوه كده احسن يا ماما، فهعمل كده زي ما هي قالت لي. وجايبه منديل بس دخلتها كده التلاجة حوالي 5 دقايق، مسكت نفسها. ومعايا منديل كل ما اقطع امسح بالسكينه، او تحط السكينه في ميه عشان لما تقطعي ما تلمش معاكي. بس بس انا السكاكين عندي يعني كانت صعبه شويه. شايفين دي لما كسلت امسحها راحت عملت ايه، مكان ما كنت بحدد بالسكينه. حسيت ان في قطعه اكبر من قطعه يا جماعه، فرحت جايه كده ورحت قطعاهم، ورحت اديتهم للعيال ياكلوهم، اللي هم الحتت الصغيره دي. قلت العيال يلا اكلوهم بالهنا والشفا. بس هنا كنت بظبط، طبعا لما انا ما استنيتش عليه في التلاجة ف... فكنت بظبط بقى اهو. جبت كيس السيليكون ده على فكرة عملي جدا وجميل. وهعمل روزيتات كده اهو، ورد، روزيتات ورد كده اهو، شايفين اهو، روزيتات ورد كده على طول. علشان ايه، اهو عملت وردتين كده فيهم. هو انا لو كنت عملت وردة من على الجنب ده ووردة من على الجنب ده كان هتبقى اشيك يعني، بس هي جت معايا كده. وكان خلاص الكريم شانتيه بدأ يخلص من الكيس، وما كانش عندي تاني زي ما قلت لكم. برضو ده كنت جاسمه نصين من الكريم ده، عملت نصه ابيض ونصه بالشوكولاته. بس فالحمد لله يعني استظهرت. اه هجيب برضو اسمه ايه، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، الكريز. كان عندي الكريز بقيت التزيين بتاع الشوكولاته بتاع الكيكه التورتايه، فكان عندي فزينت بيه يعني
اهو بصوا يعني، بس هو ما كفاش يمكن كله، بس هو يعني احسن من بلاش. زينت بيه كده، اداله شكل ومنظر. وهنا كان عندي بقيه الشوكولاته اللي انا مسيحاها زي ما قلت لكم، فقلت يعني ايه احط شويه على اللي هو مفهوش كريز. وكان عندي فرماسيلا برضو، فجبت شويه وحطيتهم. بصوا يا جماعه، انا هنا كنت عايزه انزل الشوكولاته على التورتايه، فجيت ما بين كل روزتايه وروزتايه التانية، ورحت كده بالمعلقه وحطيت شويه شوكولاته كده اهو. بين كل روزتايه وروزتايه التانية حطيت شوكولاته. وخلي بالكم بصوا، يمكن انا ما شفتوش معايا ده الكريز، مش عارفه فين الفيديو بتاعه، ولا يمكن يجي بعدها كده اهو. بصوا الشوكولاته بتنزل ازاي. ده ابني بقى ديتي كان قال لي يا ماما في واحده ما فيهاش كريز. قلت له طب يلا هات. انا الصراحه الكريز كنت بقطعه نصين، يعني الحمرا دي قطعها نصين، الخضرا قطعها نصين بس. اهو بصوا كده خلاص، ده الشكل النهائي يعني ليها. كده تورتيه سهله وخفيفه وكده، وزي ما قلت لكم سيمبل شويه. يا رب يكون التزيين عجبكم. يعني انا كده عاملاها بشكل عشوائي. اهو بصوا برضو الحتت اللي بلاقيها مفيش بنزل عليها اهو. بصوا اهو. كده احنا خلصنا. وادي التورته اهياتي. بصوا التورته اهي، انا قطعتها زي كده مثلثات اهي، شايفين؟ ادي هي التورته مكان ما قطعتها اهو، شايفين؟ اهي التورته ما شاء الله. شايفين كذا طبقه اهياتي، وحلوه جدا، ولا بانت اللي هي الطبقه التالتة الطبقه التانية اللي في النص انها مقطعه ولا اي حاجه. هياتي حاجه يعني بس، وكان طعمه والله خرافه. والله مش ببالغ، بس والله كان طعمها حلو جدا. ادي البسبوسه اهي، شايفين البسبوسه كانت طريه ازاي؟ طريه وحلوه جدا. وكان يعني الشربات بتاعها مش زايد، كان شربتها مظبوط. رغم ان انا في طبيعتنا يعني احنا في البيت بحب اخلي الشربات زياده شويه. شايفين؟ بوريها لكم اهي، بهرسها لكم بالمعلقه. بقول لكم شايفين طريه ازاي؟ ادي ما شاء الله الجاتوه. الجاتوه بتاعنا كان حلو خالص. بصوا اهو من كل ناحيه. يا رب يكون الاكل اللي عملناه، الحلويات اللي عملناها النهارده عجبتكم. شايفين دي انا حطيت عليها فرماسيلا وظبطتها. ده بواجي الكيكه يا جماعه، بواجي الكيكه اللي قطعناها منها. وشايفين حطيته في طاجن كده، وشويه شوكولاته وحبه كريم شانتيه وخلاص.